ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم مع بعض عن اليو اكس بروسيس وعن الخطوات اللي انا محتاج امشيها عشان اطلع تجربة مستخدم صحيحة. اليو اكس بروسيس هي عملية مرنة بتتراوح من 3 ل 7 خطوات. احنا هنتكلم مع بعض عن اهم 5 خطوات اللي اغلب الديزاينرز بيستخدموها في المشاريع بتاعتهم. اول خطوة عندنا هي الامباثي او التعاطف. انا محتاج ان انا اتعاطف مع المستخدم علشان افهم ايه المشاكل اللي هو بيواجهها علشان اقدر احلها له بالمنتج بتاعي، ولازم اعرف احتياجاته عن طريق ان انا اعمل معاه انترفيو او اعمل سيرفي علشان اقدر اجمع اكبر قدر من المعلومات عشان افهم احتياجات المستخدم بتاعي وان انا اقدر احلها له. تاني خطوة عندنا هي defining the problem او تحديد المشكلة. انا بعد ما تعاطفت مع المستخدم وعملت انترفيو وسيرفي علشان اجمع اكبر قدر من المعلومات، محتاج ان انا احلل الاستنتاجات بتاعتي عشان اقدر احدد المشاكل الاساسية عندي، ولازم وضروري جدا ان انا احدد المشكلة من وجهة نظر المستخدم مش من وجهة نظري انا كديزاينر. تالت خطوة عندنا هي الايديشن او الفكرة. انا بعد ما تعاطفت مع المستخدم بتاعي وقدرت ان انا احدد المشاكل اللي بتواجهه، محتاج ان انا ابدا اطلع بفكرة لحل المشكلة، ومن هنا اقدر ان انا مع الفريق بتاعي نعمل جلسات برين ستورمنج مع بعض علشان نقدر نبص للمشكلة من وجهات نظر مختلفة ونبدا نطلع بحل مثالي للمشكلة. الخطوة الرابعة هي البروتوتايب او التصميم المبدئي. انا بعد ما طلعت بالفكرة بتاعتي هبدا ان انا اشتغل على التصميم المبدئي. بعد ما هخلص التصميم هقدر ان انا اشاركه مع الفريق بتاعي او مع اي قسم من اقسام الشركة او مع اي مجموعة صغيرة من الناس ما يكونوش ديزاينرز علشان اقدر افهم وجهات النظر المختلفة. والهدف من الخطوة دي ان انا اقدر احدد المشاكل اللي بتواجه التصميم المبدئي بتاعي، والخطوة دي بتتكرر لحد ما اطلع بتصميم مبدئي ما فيهوش اي مشاكل علشان اقدر ان انا ابدا اشتغل على التصميم النهائي. اخر خطوة هي التستنج او الاختبار. انا بعد ما عملت البروتوتايب او التصميم المبدئي بتاعي وحللت كل المشاكل اللي بتواجهه وطلعت بالمنتج النهائي، هختبر المنتج النهائي واعمل له تيستنج علشان اقدر ان انا انزله السوق. وبكده نكون اتكلمنا عن اهم 5 خطوات في اليو اكس بروسيس اللي اغلب الديزاينرز بيمشوا بيها. اتمنى اكون افدتكم واشوفكم الفيديو اللي جاي.